السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت الماليع، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة الشاردونغي أيوب. بالنسبة للفيديو ديال اليوم الخوت هو تكملة للفيديو السابق اللي كنت تكلمت فيه على البلونشيمون أو التطهير ديال الطويرات. قلت لكم من بعد ما غادي نطهر هذوك الطويرات ديالي او غادي ندير لهم هذاك البلونشيمون خصني نعطيهم بروبيوتيك. علاش كنعطيو البروبيوتيك؟ البروبيوتيك الخوت كيتعطى بعد استخدام اي دواء. علاش؟ لان فاش كيمرض لينا الطير بواحد المرض، خذ على سبيل المثال الكوكسيديا. فالطير ديالنا فاش كيمرض الكوكسيديا هذيك عباره عن بكتيريا اللي كنجيب انا شي دواء باش غادي نعطيه للكوكسيديا يعالج لي هذيك الكوكسيديا. هذاك الدواء راه كيدخل وكياتاكي لينا البكتيريا النافعه والضاره بجوج، يعني كيقتل لنا البكتيريا الضاره اللي خصنا تموت واللي هي السبب في المرض ديال الطائر، وكيقتل لنا حتى البكتيريا النافعه. فالطائر الا مشات ليه البكتيريا النافعه غادي يوليو عنده مشاكل في الجسم ديالو، وبالتالي المربي واجب عليه انه يرد للطائر من بعد العلاج البكتيريا النافعه. فاي دواء استخدمتيه سواء بلونشيمون او لا علاج او لا وقايه، خصك تعاود ترد ليه البكتيريا النافعه مباشره بعد اعطاء الدواء. فانا دوزت للطويرات ديالي 5 ايام ديال بلونشيمون، عطيتهم 6 ايام عفوا انا ديال بلونشيمون زدتهم نهار. دابا غادي نعطيهم البروبيوتيك لمده 3 ايام ولا 4 ايام. المهم انا اغلبيه غادي نعطيهم 3 ايام، ما غاديش نفوت لهم 3 ايام باش نرد لهم هذيك البكتيريا النافعه ديالو. بالنسبه للبكتيريا النافعه اللي كنستخدم هي طلعت التصويره ديالها هنا، حيت ما شريتش قرعه، شريت غير بالعبار. هذه خدمت بها العام اللي فات، عطات نتائج ممتازه وغنخدم بها حتى هذا العام هذا ان شاء الله. كما كتلاحظوا القرعه مكتوب فيها كتعطي 2 غرامات في كل ايطرو ديال الماء. انا كنستخدم 2 ايطرو ديال الماء، غادي نعطي 3 ديال الغرامات. الخوت هو الميزان ديالنا ديال دائما كنوزن به الغبره. انا كيكون شي بوليسي كيتفرج فينا ويتيق عاوتاني ما كاين لا غبره لا والو، دا كنوزنو فيه هاد الدواء ديال الطيور. هنا الخوت شالو الميزان ديالنا، الراق فيه 0. هانتوما الخوت كما قلت راه كيتعطى 2 غرامات لكل ايطرو ديال الماء. يعني الا كنتي غتستخدم نص ايطرو غتعطي غرام واحد، الا كنتي غتستخدم ايطرو ونص غتعطي 3 الغرامات. كانوا عندك الطيور بزاف على 2 ايطرو غادي تستخدم 4 الغرامات. فوالا هنا غنستخدموا 3 ديال الغرامات حيت عندنا ايطرو ونص ديال الماء. تن 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 شيوه تشوميشه. تن 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 كما كتلاحظوا الخوت راه هي طلعت تما 3 الغرامات من البروبيوتيك. صافي الخوت، ها 3 الغرامات ديالي نخلطها مع الماء ونعطيها للطويرات ديالي. ونبدل الماء كل 24 ساعه. غنعطيها لهم دابا، غدا ان شاء الله بحال هاد الوقيته هادي غنحيد لهم عاوتاني الماء ونعطيهم 3 الغرامات لمده 3 ايام من بعد البلونشيمون. نقدر نستخدمها 4 ايام على حسب نشوف الطويرات الحاله ديالهم واش هي هذيك ولا لا. ومن مورا هاد البروبيوتيك كنقدمو كما قلت منشط للكبد لمده 5 ايام باش يخوي لهم الكبده ديالهم مره، باش ندخلوا معاهم ديك الساعات في مرحله التجهيز للتزاوج. وهادشي كاع كامل الخوت غادي نبارطاجيه معكم وندوز معكم فيديوهات ونوريكم الطريقه بطبيعه الحال. صافي الخوت، واللي باقي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل هذاك الجرس هكا يوصلوا الاشعار في كل مره حطيت فيه فيديو. وتهلاو في راسكم الطويرات ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.